السلام عليكم، عاملين ايه اخواتي وحبايبي في الله؟ احلى شويه جاتوهات في الدنيا. يعني لو شكرتكم من هنا المليون سنه قدام عشان سؤالكم عني مش هوفيكم حقكم. مش جديد عليكم جدعنتكم ومحبتكم، ربنا يديمكم احلى واغلى نعمه في الحياه. ما نحرمش منكم حبايب قلبي. هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ريت كله يصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. لو قلت لكم بحوالي 400 جنيه في الوقت اللي احنا فيه ده جبت بصل وجبت توم وجبت كوارع بلدي وجبت سردين وكمان حاجه في الفراخ كده، هتصدقوني؟ وخضار، بس شويه خضار يعني في منهم حاجات هتبقى خضار وخزين كمان. عايزه اقول لكم انا جبت كميات خضار وبالسعر بالسعر اللي انتوا سمعتوه ده ب 400 ويمكن اقل من 400. انا عن نفسي مش مصدقه نفسي في الغلا اللي احنا فيه ده. الحمد لله هي ظبطت كده، واختكم غلبانه فسطرت معاها وجا حظي حلو. كنت رايحه مشوار وجي في مشوار ان انا دخلت سوق ايكا بتاع عنب السوق. عايزه اقول لكم فرق اسعار في حاجات في الكيلو 5 جنيه من اللي جنب بيتي. يعني السوق اللي جنب بيتي والله يا جماعه في كوسه ب 15 جنيه على قدها، رحت هناك لقيتها ب10 جنيه. سوق ايكا يا جماعه اللي عند سكه القطر، عشان بكوس فيها كذا سوق، لان فيهم اسواق بكوس، فيها اسواق بتبقى سياحيه مش عاديه، مش الاسواق اللي هي عند محلات الهدوم والمحلات بتاعت بكوس، لا سوق ايكا اللي عند محطه غبريال سابقا. يلا نشوف جميل. نيجي بقى للحاجات اللي انا جبتها. عايزه اقول لكم وروحوا شوفوا بنفسكم، والله الكرنب الواحده ب5 جنيه، وفي عنده يعني ايه اللي هي فيها حاجات سودة هنا ورقه مش عارف ايه ب3.5. والله زي ما بقول لكم كده، الواحده جبت الاتنين دول، الواحده عامله 5 جنيه، الاتنين دول ب10 جنيه. وزي ما انتوا شايفين كده كهرمان زي الفل، حلوين جدا ما شاء الله. انا واحده من الناس بعشق الكرنب والصلصه لما يكونوا متخزنين عندي في الفريزر، بعزهم جدا الكرنب وصلصه الطماطم. نيجي بقى للبطاطس، دي كانت تحفه. دي الكيلو منها ب10 جنيه. تمام، لا دي الكيلو منها ب10 جنيه، ودي الكيلو ربع ب10 جنيه، اللي هي دي الصغيره. طبعا انتوا عارفين السحور وكده، وعامه البطاطس المسلوقه لما تكون صغيره شويه حلوه جدا ومش بتاخد معاكي وقت في التسويه، رغم ان عايزه اقول لكم ان هي مش الصغيره خالص، دي اللي هي عامله زي الليمونه الصغيره، لا هي حجمها حلو زي الفل. البطاطس اللي هي الذهبي دي كيلو ربع ب10، ودي الكيلو ب10 جنيه. زي ما قلت لكم الفلفل الالوان بيبدأ من 7 لحد 10 جنيه سعر الربع. في حد كان حاطط عليه 7، وفي كان حد حاطط عليه 8، وفي حد كان بيبيعه ب10 جنيه. واللي عندي برضو في السوق اللي عند البيت ب10. جبته كله احمر لان انا بحب الفلفل الاحمر يا جماعه، بالذات بزود بيه الهريسه اللي هي السبايسي، فانا استخدامي للفلفل الاحمر اكتر. فجبت الربع صافي فلفل احمر، ممكن تجيبي ربع بقى ميكس ما بين الاحمر والاصفر. وجبت كمان البصل الابيض ب15 جنيه، سعره بصراحه في كل حته ب15 يعني، فجبت كيلو ب15 جنيه. الاحمر اغلى. تمام. جبت كمان هنا ده فلفل صغير بتنقيه كده، هو عامله ميكس كده قدامه ما بين الفلفل الرومي والاسكندراني. يعني بصوا لو حاجه زي كده هتعدي، فاهمني؟ الفلفل الصغير انا بحب الفلفل الصغير اكتر من الكبير، فحلو مش وحش. دول نص كيلو ب10 جنيه، الربع ب5 جنيه. تمام، ميكس كده تمشك كده. نيجي بقى لقيت حد هناك جنب المحل اللي بيشوي فراخ معروف قوي في سوق ايكا، اللي هم بيحطوا حاجه المصمت اللي هي بتكون لحمه راس، كوارع، الكلام ده كله. لقيت عنده طبق الكوارع ده متنضف وزي الفل وب100 جنيه، تحفه. انا عايزه اقول لكم 8 كيلو جنيحه دلوقتي. هي عايزه تتنضف شويه وعايزه شغل ما ننكرش، تمام، بس يمشي حالها. يعني هي فيها جلد طبعا، مش هقول لكم ان هي ما فيهاش، فيها جلد وفيها قطع برضو من دي تتغسل وتتنضف. انا بالنسبه لي احنا بنحب الكوارع، لو انتوا حد ما بيحبش الكوارع طبعا ما ياكلهاش. دي انا بالنسبه لي ب100 جنيه دلوقتي كيلو الاجنحه يا جماعه ب100 جنيه. وبصوا خلينا نتبقى اجنحه، لا هي مفيده ولا شربتها مفيده، بس بنتعايش بيها. لكن دي ان انا اجيب حاجه زي كده ب100 جنيه، طبعا مش كلها زي كده، ده هو حطيت لك 3 قطع يمكن زي كده والباقي جلد. انا بالنسبه لي كفايه شربتها مفيده وكلها كولاجين وحلوه جدا للعظم ومفيش من بعد كده. جبت طبق ب100 جنيه، والطبق كميته حلوه على فكره مش وحشه اهو زي ما انتوا شايفين كده. انتوا عارفين الكوارع دلوقتي بقت بمبلغ قدرها. تمام.
اهي هو حاطط والله. بصوا يعني مش حتت سيئه ولا حاجه، فيها جلد، بس بصوا فيها الحتت دي بتبقى ملبسه وحلوه جدا في الشوربه، ما شاء الله يعني. تمام، نيجي بقى على اللي بعد. خلاص رمضان بقى بشم النسيم، تحس الاتنين مع بعض ميكس كده. فانتوا متخيلين اسعار السمك والسردين والفسيخ هتكون عامله ازاي؟ ليه سردين حلف لي قال لي المجمد ب90 وده بلدي ب100، فانا جبت نص كيلو ب100 كده. بس السردينايه ما شاء الله يا هو تتحدث عن نفسها. جبت نص كيلو ب50 وقلت هملحه معاكم ان شاء الله. حلو جدا وعملي، انتوا عارفين بيتحط في برطمان او في علبه. انا سردين في التمليح مفيد ومغذي اكتر من الفسيخ اللي هو بقى مبالغ وقدره. تمام، نيجي بقى للطماطم. بصوا ما تتخيلوش انا فرحت بالطماطم قد ايه. جبت رقاق، طبعا انتوا عارفين ان انا بعشق الرقاق بتاعت الفراخ. اصحاب الياع يمتنعوا، انتوا عارفين ان انا بحشيها وبحبها. وهي كانت الدنيا رخيصه والفراخ رخيصه، انا عشقي رقاب الفراخ، وهي اذواق على فكره. جبت كيلو، كان الكيلو ب30 جنيه، اداني حبه كده على بعض، قال لي كيلو وشويه، عملوا 44 جنيه. قال لي هات 40 جنيه، انا بكلمكم بما يرضي الله، فدول ب40 جنيه. دول تحفه بالنسبه لي لان انا بحب الرقاق. تمام، زي الحمام الكذاب بيكون جلده وحته لحمه، دي جلده وحته عظمه بس عامله زي الممبار كده، عامله هي اذواق. ممكن انت ما تجيبيهاش طبعا براحتك. جيت بقى للكنز اللي فرحت بيه جدا جدا، اوديكم الكاميرا الناحيه التانية. بصوا القبر ده، ايوه القبر ده. طبعا انتوا عارفين ان احنا داخلين على شم النسيم والعيد وكده، الخضار والحاجه هتبقى مولعه نار. زي ما انتوا شايفين الطماطم القمر دي ب6 جنيه الكيلو. تمام، جبت 2 كيلو ونص ب15 جنيه. 2 كيلو ونص، مش طماطم اهو، تفاح امريكاني، حلوه وماسكه نفسها وحمرا وزي الفل. والايد بقى طماطم تحفه، 3 كيلو ب10 جنيه، كان حاطط عليها 3 ونص، دول 3 كيلو ب10 جنيه. لكم ان تتخيلوا جمال الطماطم عامله ازاي. في بقى الاربعه ب10، بس ايه ما كانتش حلوه بصراحه. يعني كان فيها ايه بايظ. فانا قلت طب وليه يعني، هي فرقها جنيه في الكيلو، الجنيه ما بقاش جايب حاجه، بس هجيبها الطماطم. بصوا شايفين جمالها وحلوه وماسكه نفسها ازاي. انا يا لولا ان انا ما كناش عارفين نشيل، فانا جبت 3 من دول و3 من دول و2 ونص من دول، وقلت ان شاء الله على مره تانية اجيب لي 3 في 3 بكره او بعده بالكتير، لان انتوا مش هتلاقوا الاسعار دي، ده انتوا تلحقوها بكره. يعني انا فوجئت بصراحه. زي ما انتوا عارفين وزي ما قلت لكم، هو في كذا سوق في بكوس. روح قبل الفطار، الدنيا في رمضان بعد الفطار بتكون الاسواق دي مظلمه وقافله، يعني مظلمه كده ما فيهاش اضاءه. ده سوق ايكا اللي جنب القطر، سوق ايكا اللي جنب القطر، عشان في كذا سوق في بكوس نفسهم. عايزه اقول لكم دي اسعارهم سياحيه. تمام، فسوق ايكا، ومش بقى البياعين اللي هم على الوش، لان برضو اسعارهم شويه غاليه. ادخلوا جوه سوق ايكا جوه عند سكه القطر كده. دول 3 ب10 زي ما قلت، ودول 3 ب10. شايفين الجمال. الصلصه بقى ايه، لان انا فعلا الصلصه اللي عندي خلصت. انا ان شاء الله لو قدرت بكره هروح اجيب لي ايه 6 كيلو كمان. انتوا عارفين الصلصه مش بتخسر. ودي المستويه اللي هي بتاعت الصلصه. عايزه اقول لكم انا الخيار عندي ب15 و16 جنيه. جبت الخيار ده، دول ب20 جنيه الكميه دي كلها، الكيلو ب12 جنيه. جبت يعني دخلوا في ايه، في كيلو الا ربع دول، او كيلو ونص تقريبا، صح كده، كيلو ونص. وشايفين الخيار وجماله. الكيلو ب12 جنيه، في ب15 هناك. في بصوا في ب10 وفي ب12 وفي ب15. بس الحاجه اهو بس يعني سعر وسط وسعرها حلو. يعني انا بصراحه جنبي، رغم ان انا كنت مفكره ان احنا السوق اللي عند سكننا وكده رخيص وحلو بصراحه. بس لما دخلت على ايكا النهارده بقى حظي ليا فتره ما نزلتش، رغم يعني بصي اتفاجئت بصراحه. الكوسه دي والله عندنا في السوق اللي عندنا ب15 جنيه الكيلو. دي بقى في منها ب8 الكبيره خالص وفيها جزء بايظ، وفي منها ب10 وفي منها ب12. شايفينها اهي زي الفل. دي بقى 10 جنيه وجميلة وزي الفل، عندي زيها بالظبط ب15 جنيه. البتنجان برضو عندي ب6 ونص وب10 الكيلو. عايزة اقول لكم جايباه ب5 جنيه من هناك. طبعا زي ما قلت لكم هو كل الاسعار موجودة هناك، بس انت بقى ايه بتنقي بقى وتختاري. دايما لما تنقي البتنجان نقيها اللي تكون طرية. اللي بتكون طرية دي ما بتكونش ايه مبذرة، ما بيكونش فيها ايه بذر كتير. اهو زي ما انتم شايفين. وكمان عايزه اقول لكم الميزان بصراحه ما شاء الله بتاع الحاجه حلو جدا. زي ما قلت لكم البتنجان ب5. التوم بقى، التوم ده اشتريته من عندي وانا جايه بصراحه عشان ما كنتش قادره اشيل،
فجبته من السوق اللي عندي، كان ب25 جنيه، الابيض ب15 وده ب25. مش عارفه بقى غالي ولا رخيص، شوفوا انتوا وقولولي، لان انا ليا فتره ما نزلتش فمش عارفه الدنيا ايه. طبعا التوم الابيض يا جماعه الاستخدام بتاع اليومين دول تفرميه وتخزنيه، اما التوم الاحمر ده للخزين عشان يستحمل معاكي وما ينشفش. الكرنبيتين دول طبعا تحفه، هسلقهم بقى واقطعهم واشيلهم في الفريزر. والصلصه الطماطم هعملها صلصه وبرده هشيلها في الفريزر عشان يبقى ايه زي ما قلت لكم. انا عندي الكرنب والطماطم اهم حاجه، ده انا لو رحت تاني ان شاء الله هجيب وحدتين كرنب تاني. ايه يعني 10 جنيه؟ ما هي كل حاجه مولعه، حاجه مره من نفسنا شويه يعني اهو نوعا ما. انا عارفه ان الرز غالي والطماطم غاليه التوم وكله، بس برضو الكرنب كان غالي، يعني الكرنب كان ب10 وكان ب15، ان هو ب5. وعايزه اقول لكم والله وفيه ب3.5، فاهو الحمد لله احسن مما فيش. فان شاء الله بقى ايه انتظروني كده في شويه تحضيرات برضو هنحضرهم هتنفعنا قبل رمضان، اقتصاديه وحلوه. بس دعوتكم ليا ان ربنا يشفيني كده، ولايك كتير بقى واشتراكوا في القناه، وعارفين الحاجات الحلوه بتاعتكم دي اللي بتفرحني. هو ده فيديو النهارده زي ما قلت لكم يا جماعه، سوق ايكا من جوه، ما تشتروش من البياعين اللي على الوش، لان اللي من جوه فيه اسعار انتي بتنقي بقى دوري وهتلاقي. ده في ناس كانت حاطه على الطماطم بس اللي هي يعني فيها جزء، تلاقي الطمايه كده مستويه قوي مفتوحه، فيها جزء بايظ يتشال بالسكينه كانت. بس عايزه اقول لكم كان في ناس بتشتريها يا جماعه، الناس مش لاقيه، كان ال4 كيلو ب10 جنيه. فانت تدخلي تدوري، مش تروحي على البياعين اللي من الوش، لان انت هتلاقي الاسعار دي وهتلاقي اسعار اقل. اعملي جوله هناك. وللامانه الموضوع القطر بتاع ابو قير لما كان شغال كان انجاز عالمي. ان انت القطر ده من سيدي جابر تقريبا، لا من محطه مصر كان لحد توسن تقريبا والمعموره والمنتزه، فانت كنت تاخدي مواصلة القطر كان خط واحد، كنت بتنزلي محطة السوق اللي هي ايه محطة بكوز دي، كنت تمشي من السلم تلاقي ايه السوق في وشك. الحمد لله وربنا يصلح الحال. ومع